هذا المثال ذكرناه غير مرة، نكرر نجيبه حتى اللي ما سمع يسمع واللي سمع يحفظ، حتى الكل يكون عنده واضح، حتى لا يصير تشويش عليكم من بعض هؤلاء الذين تعرفون. روى المفيد يروي، مو ذاك السكير اللي يقول لو زدتنا زدناك. المفيد يروي. شايف شلون؟ قارن بعد انت. روى المفيد في الأمال في الصفحة 24 لما يحكي قضية الجمل. يروي المفيد يقول: فلما انهزم الناس أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فانتهى إلى الهودج اللي بيه عائشة. الآن شوف، تخيل الموقف، مهم تتخيله. هودج عائشة ساقط بعدما عرقب الجمل. شايف شلون؟ سقط الهودج، عائشة هم داخلة، هي ساقطة متكسرة. فانتهى إلى الهودج وكأنه شوك القنفذ مما فيه من النبل، مثل القنفذ من كثرة النبل اللي جاء عليها من سهام من؟ الرافضة رموا عائشة. الرافضة بمرأة من الإمام المعصوم أمير المؤمنين عليه السلام. ما إجا قال لهم لا 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 احترمون، ترى زوجة نبيكم، ديروا بالكم لا ترمونها. ديروا بالكم، ماكو هكذا شيء. فضربه بعصا. هسه شوف، فوق هي طايحة على الأرض. الروايات التاريخية هم تذكر أنها انجرحت أيضا، سهم من السهام، نبل من النبال جاء وشك في عضدها، شك هالشكل، انجرحت. عاشتيد اللي سواها والله رحمة الله واقعا. هسه على اي حال كان مقدر من السماء أنه عائشة ما تموت في ذلك الموقف، ولو ماتت كان أمير المؤمنين سيفقد كل شيء للعلم، يعني كان سيرتدون عليه. اعرفوا القضاء مثل ما بينت لكم البارحة. فكان هذا قضاء الله عز وجل، مثل ما قضى أن إبليس يعيش إلى يوم الوقت المعلوم، هذه هم لازم تعيش. هذا إبليس وهذه شنو؟ إبليسة. الشيء بالشيء يذكر أنه أتذكر أيام الضجة المفتعلة من أنصار عائشة قبل 2 على احتفالنا المبارك، أنه سووا حملة للشعراء أنه تعالوا واكتبوا أشعار في أمنا ونعطيكم جوائز. زين، جوائز هم على أساس اسمه. طبعا ما سووها الظاهر، أعلنوا عن مسابقة شعرية في مدح عائشة والذب عنها. ما كملوا المسابقة، ما صار، ولا الظاهر ما حصلوا فلوس، ما أدري. ذاك الوقت أنا قلت هالشكل، يعني يصير احنا نشترك بالمسابقة، نطلع شوية فلوس حتى نقدر نسوي قناتنا الفضائية. إلى الآن ما كانت صايرة أو على وشك تصير، ونحتاج فلوس. فقلنا هالشكل يعني نسوي. فقلت شنو نقول؟ قلت أحسن طريقة نخلي البيت الأول أوله حبيبتي عائشة، راح يلفت انتباههم. القصيدة حتما تفوز بالمركز الأول، حبيبتي عائشة. بس تتم شلون؟ قالها إبليس. لو كنت من جنسي فها أنا ذا العريس. بعد ما كملنا الشكل، يعني أحيانا يأتينا واهس نقوم. أحسن شيخ، بارك الله فيك. لا إله إلا الله. فانتهى إلى الهودج وكأنه شوك القنفذ مما فيه من النبل، فضربه بعصا
ثم قال: هي يا حميراء، هي يا حميراء، أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان؟ أبهذا أمرك الله أو عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا اللي يروي المفيد. هسه بالله عليك أسألك، بالله عليك أسألك، أمير المؤمنين يسوي هذا الموقف بعائشة، هذا إكرام لعائشة لو إهانة لعائشة؟ عائشة واقعة على الأرض، هودجها هم مليان مليان من النبل والسهام، هي هم مجروحة متكسرة، فوق هذا كله يجي يضرب هودجها، هي هم داخل الهودج، ضربة أمير المؤمنين، وضربة أمير المؤمنين بعد، مثل ما يقول السيد، ضربة أمير المؤمنين، مو ضربتي أنا وأنت. وفوقها يقول هي يا حميراء. هذا إكرام لعائشة. أمير المؤمنين ما طبقها هنا إلا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي قلتها لكم يوم الاحتفال المبارك الثالث: يا علي إذا أدركتها فاضربها واضرب أصحابها. اضربها يعني أدبها، شايف شلون؟ حاربها. هذا إكرام لو إهانة؟ هذا شلون يقولون أمير المؤمنين أمر بإكرامها لأن حرمتها من حرمة النبي، لازم نعظمها مثل ما نعظم النبي صلى الله عليه وآله؟ يصير أمير المؤمنين متناقض، يصير ذو وجهين والعياذ بالله. من هالجهة يهينها هكذا إهانة، من هالجهة يدعو إلى إكرامها. يقول أنتم فهمتوا غلط، فهمتوا قوله عليه السلام: ولها بعد حرمتها الأولى، وسعتوها كبرتوها أكثر من اللازم. هذا على فرض أنه قوله، ولم يصح أنه قوله أصلا، على فرض. والمواقف كثيرة أيها الإخوة، هنالك ما هو أشد من هذا، هنالك ما هو أشد. أمير المؤمنين عليه السلام هددها بالقتل وأذلها، هددها بسفار أو شفار حداد. أنقل لك الرواية وشوف. أيضا يرويها المفيد عليه الرحمة والرضوان. المفيد مو هذا وأمثاله، مو المخالفين، المفيد يروي. المفيد الذي كتب له صاحب الأمر عليه السلام 3 رسائل بخط اليد. نعم، المفيد اللي ما سمي المفيد إلا من صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام: أنت الشيخ المفيد، الرجل السديد. المفيد الذي لما توفي الإمام صاحب الزمان عليه السلام وقف على قبره وخط بيتين: لا صوة الناعي بفقدك إنه يوم رزء على آل الرسول عظيم. المفيد يقول، مو هذول اللي جايبينهم وكيع ما وكيع. المفيد عنده كتاب جدا مفيد إذا تقرؤونه، اسمه الكافئة في رد توبة الخاطئة. الخاطئة يعني عائشة وجماعتها، لأنه يعني يقولون ذولا تابوا من حربهم لأمير المؤمنين عليه السلام. المفيد يرد ذلك، كتاب لطيف. في هذا الكتاب، فشوف هذا أولا اسم الكتاب هو بحد ذاته هذا يخالف هذول اللي يحجون. المفيد يسمي عائشة خاطئة. زين، في هذا الكتاب في الصفحة 30 يروي المفيد يقول: بعث علي إلى عائشة أن ارجعي إلى الحجاز، فقالت: لا أفعل. فقال لها: لئن لم تفعلي لأرسلن إليك نسوة أو نسوة من بكر بن وائل، من قبيلة بكر بن وائل، بسفار حداد يأخذنك بها. فخرجت حينئذ
لما هددها خرجت. سؤال: شنو معنى سفار انحداد؟ ارجع إلى كتب اللغة تعرف، ارجع إلى لسان العرب. ابن منظور يقول: السفار الزمام والحديدة التي يخطم بها البعير ليذل وينقاد. عرفت الآن شنو معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام؟ كلام يعني يقول لها: ترى إذا ما تمشين أذلك بسفار انحداد، مثل ما نجر الجمل بسفار حديد حاد، نجره من خشمه، نجرك، أبعث لك نسوة من قبيلة بكر بن وائل يجروك ذليلة. ترى هذا إكرام لو إهانة؟ أكثر من هذا أكو إذا قرأنا اللفظ الآخر للرواية بشفار انحداد، بعد هنا يصير أصعب، تهديد بالموت بالقتل. هذا اللفظ الآخر تجدونه في كتاب المفيد الآخر وهو كتاب الجمل، الصفحة 85، وأيضا تجدونه في المسترشد للطبري الصفحة 423، طبري الإمامي. قال عليه السلام لها لعنها الله: أما والله لترتحلين أو لأبعثن إليك نسوة من بكر بن وائل يأخذنك بشفار حداد. بشفار مو بسفار. فقالت لرسوله، لرسول أمير المؤمنين: أرتحل فبالله أحلف ما كان أبغض إلي من مكان يكون هو فيه. لعنة الله عليها. تقول أبغض مكان أنا عندي هو المكان اللي موجود به علي. لعنة الله عليها. هاي طب الجنة، هاي مستحقة للاحترام بالله عليكم. مرة تقول أنا أبغض الأمكنة المكان الذي يكون فيه علي بن أبي طالب. هل قد حقد على علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي حبه إيمان وبغضه نفاق، حبه موجب للجنة وبغضه موجب للنار. فعائشة في النار، قضية واضحة. الشفار ماذا؟ أيضا ترجع إلى ابن منظور في لسان العرب: الشفار جمع الشفرة من الحديد. شنو الشفرة من الحديد؟ يقول: ما عرض وحدد، والجمع شفار. يعني شنو؟ يعني هددها بالقتل. ترى إذا ما ترجعين ما تسمعين الكلام، كافي دلع، ما تسمعين الكلام ترجعين، لأن هي أرادت أن تبقى بالبصرة بعد الجمل، حلالها الجو هناك كثير. كان أكو ناس مغفلين مخدوعين بالبصرة راحوا وراها، وهزمت هي وهزم أولئك، بس أبنائهم موجودين، ذراريهم موجودين، مو هالشكل. فتريد مرة أخرى تحرضهم يا لثارات الجمل، حتى من جديد. يا لثارات الجمل، يا لثارات طلحة والزبير بعد هالمرة، شايف شلون؟ يا لثارات آبائكم، تعالوا مرة أخرى خلي نحارب علي بن أبي طالب. فامتنعت 3 مرات. أمير المؤمنين يقول: ترجعين إلى المدينة غصبا عليك. وكان اعتقلها، فرض عليها إقامة جبرية في دار الخزاعي، هذا قعدها هناك، شايف شلون؟ فما كانت تقبل. ابن عباس قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين اتركها، خليها في البصرة. قال: لا، إنها لا تألو شرا، يعني ما تقصر، هذه المرة كلها الشر. لا تألو شرا يعني ما تقصر في الشر، لا تقصر في فعل الشر. فلا بد أن أردها إلى مسكنها، هناك هم أردها، أضرب عليها الحجاب، ماكو لا شباب قريش ولا رضاع الكبير ولا حكي هذا ماكو. ف4 سنوات 5 سنوات من حكم أمير المؤمنين بالنسبة لعائشة كانت كابوس، سجن، صدق سجن. أدبها، قال: قرن في بيوتكن، أنا أعرف شلون أعلمك الآن، قرن في بيوتكن.
فلذلك بس بلغها أنه أمير المؤمنين عليه السلام انقتل استشهد، شنو قالت؟ فرحت، تنفست الصعداء، قالت حرية، سجدت شكر أول شيء. بعدين لعنة الله عليها. اعتقت أحدا من عبيدها من غلمانها اللي عندها بالبيت وسمتها عبد الرحمن تيمنا بعبد الرحمن بن ملجم، وثم قالت لتصنع العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها، روحوا يلا ضربوا. افعلوا ما تريدون، عربدوا ما تريدون. هذا اللي كان كاتم أنفاسكم علي بن أبي طالب راح امرأة ماجنة، هذا معنى لتصنع العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها. شاهد القول أمير المؤمنين عليه السلام شي يقول هنا؟ لترجعين أو لأبعثن إليك بنسوة شنو؟ بشفار حداد، يعني هددها بالقتل، ترى شفار حداد انقطعك، ترى انأدبك، أو بسفار حداد يعني انذلك، أيا من المعنيين، فإنه لا يحتمل إلا تقصد إهانة عائشة وإذلالها. صحيح؟ فإشلون تقول لازم نحترم عائشة؟ هو صاحب الأمر اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام أهانها، إشلون تقول لازم نحترمها؟ وللكلام تتمة أيها الإخوة، فنعطي مجال أكثر للإخوة المتصلين، وإن شاء الله نكمل الكلام في الليلة المقبلة بحوله تعالى إن شاء الله.